في كام هرم موجود في مصر؟ كلنا طبعاً عارفين أهرامات الجيزة الثلاثة، خوفو وخفرع ومنقرع، بس في ناس كتيرة جداً سواء كانوا مصريين أو غير مصريين بيفتكروا إن هي دي الأهرامات اللي موجودة في مصر، ودي فكرة أبعد ما يكون عن الحقيقة. أهرامات الجيزة جزء من الأهرامات اللي موجودة في مصر. لو بعدت شوية عن أهرامات الجيزة هتلاقي أهرامات سقارة وأهرامات دهشور لا تقل ضخامة أو تعقيداً عن أهرامات الجيزة، بس مش واخدة نفس الشهرة. المصريين القدماء حبوا موضوع الأهرامات ده قوي، والمقاولين زمان كانوا بيعملوا عروض ابني هرم وخد عليه مقبرة هدية، وما وقفوش بنا عند الجيزة وبس. في مناطق تانية في مصر القديمة اتبنت فيها أهرامات، بس الأهرامات الضخمة الكبيرة دي مش هي الوحيدة اللي اسمها هرم. ده اسمه هرم، وده اسمه هرم، وده كمان اسمه هرم. خد الصغيرة بقى، الأهرامات دي بتشكل عدد كبير جدا من الأهرامات اللي تم بنائها في تاريخ مصر. ولو انت فاكر ان الأهرامات الصغيرة دي أزمة، فكمان حابب أصدمك بأنه في أهرامات غير مكتملة، وأهرامات تانية فيها تدمير، وكمان في أهرامات إحنا مش متأكدين بالظبط هي أهرامات ولا لأ، لأنه ممكن تكون منشآت تانية أو أجزاء من منشآت تانية. وبعد التعريفات دي كلها نرجع بقى للسؤال الأصلي: إيه هو عدد الأهرامات في مصر؟ لو حسبنا الأهرامات الكبيرة على الأهرامات الصغيرة، على الأهرامات المتدمرة، على الأهرامات اللي احنا مش متأكدين هي أهرامات ولا مش أهرامات، على أهرامات الجبنة المثلثات، هنلاقي إن مصر فيها من حوالي 118 ل 140 هرم. ودي مش كل الحكاية، في أهرامات بتكون مدفونة ومستخبية مننا وبيتم اكتشافها مع الوقت. وآخر مرتين تم فيهم اكتشاف بقايا هرم في 2017، وقبلها كان تم اكتشاف هرم جديد في سقارة في 2008. ومين يعرف هنلاقي أهرامات فين تاني؟